السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ كلية حاسبات ومعلومات هي كلية من الكليات اللي بقت على الساحة دلوقتي، لا ومش بس كده، هي شالت كل الكليات اللي على الساحة تقريبا، شالت طب وهندسة والحاجات دي كلها. تقريبا كل الطلاب دلوقتي بيفكروا يخشوا حاسبات ومعلومات علشان الساحة عليها كلية واحدة بس، وهي حاسبات ومعلومات. الكلية من كليات المستقبل اللي هتعلمنا ازاي نشتغل على البرمجة والذكاء الاصطناعي وتطوير الآليات والحاجات دي كلها. فبالتالي هي المستقبل وهي الشغل كله بعد كام سنة قدام او حتى حاليا. من الاخر كده مش هقولك هتتعلم فيها برمجة، انا هقول لك انت هتتعلم فيها ازاي تجيب شغل بالدولار. ومش بس كده، الكليه كانت لعلم رياضه وكان ليها قسم واحد كده لعلم علوم. دلوقتي الكليه بقت مفتوحه لعلم رياضه وعلم علوم، وعلم علوم يقدر يخش كل الاقسام. لو مش بس كده، خد التقيل، الكليه دي ممكن تدرس فيها مواد من طب او صيدله. وعلشان كده كان لازم نتكلم عن حاسبات ومعلومات. اول حاجه، الكليه دي ممكن تلاقيها باسماء كتير مختلفه، يعني تلاقيها مثلا حاسبات وذكاء اصطناعي، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، او حاسبات وعلوم البيانات. فهتلاقي الاسماء مختلفه، بس هيها اي حاسبات هتلاقيها هيها نفس الحاجه، نفس الكليه بكل حاجه، الاسم بس اللي اتغير، والاسم مش هيفرق قوي. يعني كلامنا في الفيديو ده هيبقى عن كل جوانب الكليه، من اول بقى انت هتخش الكليه دي وفيها ايه والحاجات دي كلها، لحد ما تطلع تشتغل بعد الكليه. كليه حاسبات ومعلومات الدراسه فيها 4 سنين، وكمان الدراسة فيها بنظام الساعات المعتمدة، ومعظم المواد اللي في الكلية بتدرسها بالإنجليزي. الكلية في الأول كانت مفتوحة بس لعلم الرياضة، يخشوا ويدخلوا الأقسام بتاعتها، وده طبيعي جدا علشان الكلية فيها رياضة وفيها فيزياء والحاجات دي كلها، بس الأكتر إن فيها رياضة، علشان كده طلاب علم الرياضة هم اللي المفروض يدرسوا في الكلية دي. وكان في قسم كده جانبي خاص لطلاب علم علوم، بس دلوقتي الوضع اتغير تماما. دلوقتي الكلية بقت مفتوحة لعلم علوم وعلم رياضة بشكل كامل، يعني علم علوم يقدروا يخشوا اي قسم في الكليه عادي. طيب هنا في سؤال بقى، هنا في سؤال وهتساله لي، وانا حاسس ان انت عايز تساله دلوقتي حاجة. انا كنت علم علوم يا بيه، انا كنت علم علوم، ما بحبش انا الرياضه خالص، وبعدين بصراحه بقى انا مش قد كده في الرياضه، يعني انا بقول يعني خلاص بقى مش لازم حاسبات ومعلومات، انا هصرف نظر يعني من الاخر. لا 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 لا, لا. استنى، انا ما اسمحلكش تعمل كده طبعا. خلينا نجيبها من بعيد بقى. بما ان الكليه فتحت بقى العلم علوم، الطلاب قالوا لهم يا جدعان احنا هنتسوح كده. الكليه قالت لهم طبعا ما اسمحلكوش تتكلموا عن الكليه بالشكل ده، وما اسمحلكوش تقولوا ان الكليه ممكن تسوحكم في يوم من الايام. قالوا لهم تعالوا واحنا هنظبطكم. فقال لك ايه بقى، احنا هنديكم ماده تاسيسيه كده للرياضه، او ماده تدرسوا فيها حاجات اللي ليها علاقه بالرياضه اللي هنحتاجها بعد كده في السنين الجايه في الكليه. والماده دي بتضاف بس على طلاب علم علوم، اللي هي ماده ماس زيرو او رياضه صفر. شوف، بادئين من تحت خالص، كلها مظبطاك من الاخر. فبالتالي انت كطالب علم علوم او احنا كطلاب علم علوم نقدر نخش الكليه وناخد ماس زيرو دي، ونقدر نتاقلم بعد كده مع طلاب علم. بص، الكليه بتاخدنا من ايدينا كده، تقول لك خد تعالى هنروح للراجل العلم الرياضه اللي هناك، انت كنت هنا علم علوم تاخد ماس زيرو، هنا تبقى علم رياضه خلاص. حلو قوي، ناس طيبه والله. انت كده تبقى تمام في الرياضه ومفيش حاجه ناقصاك، وما تخليش حد يعايرك من الاخر، ما تخليش حد يعايرك. الفكره في ان الكليه تتفتح لطلاب علم علوم بشكل كامل، هو ان التطور الحالي ده او الحاجات اللي احنا عايشينها في عصرنا الحالي والتكنولوجيا والتطور ده مش عايزينه يبقى مقتصر بس على الحاجات اللي ليها علاقه بالرياضه والهندسه والحاجات دي كلها. انت كطالب علم علوم دارس جيولوجيا ودارس احياء وهكذا، عندك ايه معلومات عن تركيبات جسم الانسان، يعني شبه معلومات طبيه كده. فبالتالي عايزك تاخد الحاجات دي او الدراسه اللي انت درستها دي وتحطها كمان في ضمن الذكاء الاصطناعي والاله والحاسبات والحاجات دي كلها. فبعد كده بحيث ان انت تساعدني ان انا ابرمج حاجات مثلا تتاقلم بشكل كبير مع الجسم وهكذا وهكذا. فبالتالي ضمن التطور ده مش عايزينه يقتصر على حاجه معينه بس. فبالتالي الكليه مفتوحه لعلم علوم وعلم رياضه او اي حاجه فيها علم، المهم تبقى علمي عشان تقدر تساعدنا بعد كده. احب اقول لك ان دي خطوه عظيمه جدا. الكليه بقى صاحبي ما فيهاش انتساب، الكليه دي انتظام بس. لان ما تعرفش يعني ايه انتظام وانتساب؟ هقول لك بص بقى يا عم، انتظام يعني بتروح الكليه وتحضر محاضرات وفي غياب وحضور وهكذا، والشكل الطبيعي اي حد بيروح الكليه. اما بقى انتساب هو بيدفع مصروفات اعلى شويه من طالب انتظام. يعني لو طالب انتظام بيدفع 1000 جنيه فهو هيدفع في انتساب 1500 جنيه 1600 جنيه، فرق مش كبير يعني. وكمان مش هيحضر او مش لازم يروح، يعني ملوش حضور وغياب والحاجات دي كلها. وكمان هيجي على الامتحانات بس. فبالتالي انت عشان في كليه حاسبات ومعلومات كليه عمليه شويه، وبتحتاج كمان ان انت تهتم قوي بالدراسه وبالجانب العملي، فبالتالي لازم تاخد اللاب بتاعك كده في الشنطه بتاعتك وتنزل الكليه كل يوم. في الاخر فنقدر نقول ان انتساب تعتبر زي كده طلاب المنازل في ثانويه عامه. تعال بقى نتكلم شويه كده عن بعض المواد اللي احنا هندرسها في كليه حاسبات ومعلومات. في الاول كده في سنه اولى وثانيه بتدرس بعض المواد اللي انت درستها قبل كده اصلا في ثانويه عامه، زي مثلا فيزياء ورياضه واحصاء وهكذا. تدرسهم تاني في الكليه في اولى وثانيه بشكل ايه اللي هو بتاخد اساسيات والحاجات دي كلها. وتدرس بقى بعض مداخل المواد التخصصيه اللي انت ممكن تتخصص فيها بعد كده في السنين الجايه، يعني مثلا زي مدخل لعلوم الحاسب او مدخل
للخوارزميات او مدخل للبرمجه او مدخل لهياكل البيانات وهكذا. الحاجات بعد كده بقى المواد اللي انت هتدرسها بعد كده، فالمواد اللي انت هتتخصص فيها بعد كده او الاقسام اللي انت هتتخصص فيها بعد كده ليها مواد هتدرسها في الاول، بحيث ان انت تاخد البيز كده او القاعده او الاساسيات بتاعت المواد دي مداخل، علشان تعرف بعد كده المواد دي فيها ايه، وبعدين تاخد المواد اصلا ذات نفسها بعد كده. والمواد دي تعتبر مواد اساسيه وموجوده كمان او تعتبر مشتركه ما بين كليه حاسبات ومعلومات وما بين كليه الذكاء الاصطناعي، فهي مواد اساسيه لازم هتدرسها في الاول عشان بعد كده تاسسك للي انت هتدخل عليه بعد كده. بص بقى صاحبي، انت لازم تتاسس في المواد دي كويس قوي، ولازم تهتم بالمواد دي بشكل كبير جدا، علشان المواد دي هتفهم اهميتها او هتعرف اهميتها لما تيجي تتخصص، لان معظم التخصصات والاقسام اللي انت هتدخلها الاساس بتاعها هي المواد دي المواد الاساسيه اللي هتتبني عليها التخصصات بتاعتك بعد كده، فلازم تذاكرها كويس جدا. وبمناسبة بقى الأقسام والتخصصات، تعال نتكلم عن أقسام الكلية ونشوف بقى ايه التخصصات اللي فيها. ومعلومة مهمة خليني أقولها لك دلوقتي، هو إنك مش هتتخصص في أولى ولا في تانية، أنت هتتخصص في سنة تالتة، وبعض الجامعات كده التخصص فيها بيبدأ من سنة رابعة يعني، فتختلف من جامعة لجامعة، بس مش هتفرق قوي يعني. وبما اننا هنتكلم عن الاقسام، فعايز اقول ان مش كل الاقسام هتلاقيها في كل الجامعات، مش اي حاجه هتلاقيها في اي حته، لان في اقسام جديده لسه بتفتح فتلاقيها بتفتح في كليه معينه مش موجوده في الكليه التانية، وفي اقسام مش موجوده، اقسام بتقفل، اقسام بتفتح وهكذا. فمش كل الاقسام اللي هنقولها هتلاقيها موجوده في كل الجامعات، فلازم تبقى عارف ده كويس علشان تبقى عارف الجامعه اللي انت هتدخلها فيها القسم اللي انت عايز تدخله ولا لا. نخش في الاقسام على طول. اول حاجه قسم علوم الحاسب او كمبيوتر ساينس، القسم الاشمل والاعم في الكليه. القسم ده بتدرس فيه معظم لغات البرمجه، وبتدرس فيه كمان انظمه التشغيل، وبتدرس فيه الخوارزميات. وتاني قسم هو قسم تكنولوجيا المعلومات او قسم الاي تي، بتدرس في القسم ده شبكات الاتصال وامنها وتنظيم قواعد البيانات، وبتتعلم فيه برمجه شبكات الانترنت وكمان برمجه المواقع. والقسم ده بيأهل الطالب ان هو يطلع يشتغل في مجال الشبكات والاختراق وامن المعلومات، وكمان ازاي يقدر يطور مواقع الويب او المواقع اللي بتتعمل على النت. ثالث قسم هو قسم نظم المعلومات. في القسم ده بتتعامل فيه مع قواعد البيانات وتحليل البيانات دي، وكمان بتدرس فيها برضو الشبكات، وكمان بتدرس فيها لغات البرمجه اللي بتتعامل فيها مع قواعد البيانات زي لغه الاس كيو ال مثلا. والقسم ده بقى لما تطلع منه هيعلمك ازاي تعمل برامج وانظمه لبنوك وشركات ومطاعم وغيرها من الاماكن اللي انت تقدر تعمل لها الحاجات دي. القسم الرابع وهو قسم نظم الحاسبات. في قسم نظم الحاسبات بيهتم بدراسه او بالربط ما بين الهاردوير والسوفت وير. ولو انت ما تعرفش يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفت وير، فالهاردوير هو الحاجه الملموسه، الحاجه اللي انت تقدر تلمسها، الكيبورد اللي انت بتكتب عليها، الماوس اللي انت بتمسكه، الشاشه وهكذا. اما السوفت وير فهو الحاجه اللي جوه الجهاز نفسه، يعني مثلا برنامج معين بيشتغل فهو عباره عن سوفت وير بيشتغل، ملوش علاقه بهاردوير بقى، مش حاجه بتمسكها وهكذا. والسوفت وير برضه هو مثلا زي النظام الاندرويد او نظام الماك او ايا كان، فده اسمه سوفت وير او نظام تشغيل داخلي موجود جوه اللاب ذات نفسه. والقسم ده متشابه بشكل كبير قوي مع قسم الحاسبات اللي موجود في هندسه، ولكن بقى الاهتمام اكتر في كليه حاسبات ومعلومات بتهتم اكتر في القسم ده بالسوفت وير عن الهاردوير، يعني بتهتم اكتر بالنظام اللي انت هتعمله، بالبرمجه اللي انت هتبرمجها للحاجه دي علشان تعمل سوفت وير. ففي كليه حاسبات ومعلومات بيهتموا اكتر بالسوفت وير او يعني السيستم نفسه اللي انت بتقعد عليه على اللاب ذات نفسه او الموبايل او الحاجات دي كلها. اما بقى في كليه هندسه في قسم الحاسبات بيهتموا اكتر بالهاردوير، بيهتموا اكتر بالهندسه والتصنيع وهكذا يعني. القسم الخامس وهو قسم الحاسبات العلميه. القسم ده بيعتمد في دراسته على الرياضه بشكل كبير، وهو اصلا بيجمع ما بين دراسه الرياضه والبرمجه، بتدرس فيه مواد زي الاحصاء والاحتمال والرياضه والفيزياء وهكذا. والقسم ده فيه مواد مشتركه ما بينه وما بين قسم علوم الحاسب، والطالب فيه بيتعلم ازاي يرسم الاشكال الهندسيه بالبرمجه. القسم السادس هو قسم هندسه البرمجيات، والقسم ده يعتبر من الاقسام الخاصه اللي موجود في الكليه، والفلوس بتاعته او بتدفع له مصاريف بقى بتبقى في حدود 20,000 جنيه، وبرضه الرقم ده مش ثابت بيتغير من سنه للتانيه. القسم ده دراسته بتجمع ما بين قسم علوم الحاسب ونظم المعلومات، والقسم ده بتتخصص فيه من اول سنه، وكمان شغله بيبقى كتير عشان انت بتدرس فيه لغات برمجه كتير قوي، وبتدرس فيه تخصصين مش تخصص واحد. القسم السابع وهو قسم نظم المعلومات الحيويه، وهنا طالب علم علوم يقوم يقف يقول الله اكبر، خلاص احنا هنا وصلنا بقى ايه للشغل بتاعنا، الشغل الجد. قسم خاص وبرضه سعره بيتراوح ما بين 20,000 جنيه وفي نفس السعر ده، وبرضه بيختلف من سنه لسنه والحاجات دي كلها.
القسم ده بيجمع ما بين دراسة علم الأحياء والتكنولوجيا، وهو ده القسم اللي أنا قلت لك تقدر تدرس فيه مواد من طب ومواد من صيدلة، بهدف إن إحنا نربط ده بالبرمجة. قسم نظم المعلومات الحيوية بتتركز الدراسة فيه على دراسة علم الجينات وبرمجة الأجهزة الطبية، وبرضه بتتخصص فيه من سنة أولى. بعد بقى كل الأقسام دي أحب أبشرك وأقول لك إن كل قسم من الأقسام دي وكل تخصص من التخصصات دي ليه سيل من الشغلانات اللي ممكن تقبضك بالدولار. والميزه المهمه كمان ان انت حتى في بدايه شغلك سواء بقى اتخرجت او حتى لسه في الكليه، لان كمان الناس دي بتشتغل وهي لسه في الكليه من سنه تانية وتالتة كده، بيبداوا يشتغلوا ويمسكوا شغلانات كبيره كمان. فبدايه شغلك كده بتقبض بالست 7000 جنيه. تعال بقى نشوف تقدر تشتغل في ايه. تقدر طبعا تشتغل في هندسه البرمجيات وهندسه الشبكات وتحليل المعلومات وامن المعلومات والحاجات دي، الحاجات اللي هي تحس انها كبيره، حاجات دول كده. تقدر طبعا تشتغل في تطوير المواقع الموجودة على النت، وكمان انك تعمل برامج للتليفونات للاندرويد والايفون وهكذا. والحاجات دي مطورين البرامج والالعاب والحاجات دي كلها بياخدوا فلوس بالهبل، من الاخر بياخدوا فلوس بالهبل. تقدر برضو تطور برامج للكمبيوترات والحاجات دي كلها. فالشغلانة فيها حاجات كتير قوي، فيها حاجات كتير قوي بجد. تقدر تشتغل في الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة، وده اللي هو موجود حاليا واللي احنا منبهرين بيه. وطبعا تطوير الالعاب زي ما قلنا، فالمطورين بياخدوا يعني فاهم شغلانتهم تقيله وكل حاجه، بس الشغلانه جامده، يعني جامده من الاخر. فالحاجات اللي احنا قلناها دي تعتبر اشهر الحاجات، وكل حاجه من الحاجات دي بقى ليها شغلانات جواها. الشغلانات كتير والتخصصات كمان كتير قوي. فتعالى بقى نتكلم عن اخر حاجه، وهي المميزات والعيوب والتنسيق بتاع الكليه. اول حاجه طبعا من المميزات بتاعه الكليه ان الشغلانات دي مطلوبه جدا دلوقتي، ودي شغلانات المستقبل، فبالتالي الطلب عليك هيبقى زياده، فالفلوس بتاعتك تقدر تعلي في السعر بتاعك زي ما انت عايز. تاني حاجه ان انت طبعا تقدر تسافر بره وتشتغل بره وهكذا. وكمان الميزه كمان ان انت تقدر تشتغل مع شركات عالميه وانت في بيتك عادي خالص. تظبط بس النت بتاعك كده والكمبيوتر كويس، تقدر تشتغل مع شركات عالميه وانت قاعد في البيت ريموتلي كده. ودي ميزة الشغل بتاع الكمبيوتر بقى والبرمجة والحاجات دي. وتقدر كمان تشتغل كفريلانسر على مواقع العمل الحر، فالموضوع مليان شغل. والميزة كمان ان طول ما انت بقى شغال في البرمجة وفي حاسبات ومعلومات وهكذا، هيقابلك مشكلات كتير جدا جدا ومش هتعرف تحلها، وهيجيلك ايرور كتير وهكذا. فبالتالي انت الحل الوحيد ليك هو انك تبحث عن حل المشكلة دي. فهتقدر تبحث بشكل كويس وشكل اسرع، وازاي توصل للنتائج اللي انت عايزها بشكل سريع جدا علشان تحل المشاكل بتاعتك دي. فبالتالي هتخليك يبقى عندك سرعة في حل المشكلة، وكمان مهارة حل المشكلة دي هتتولد عندك بشكل تلقائي كده. انت خلاص اتسيستمت على انك اي مشكلة هتجيلك لازم تحلها. فبالتالي هتقدر تبحث بشكل كويس، هتفكر بشكل كويس، هتحل المشكلات. غير كده بقى فكلية حاسبات ومعلومات بتدرس فيها 4 سنين بس، ويميزها عن كلية هندسة ان انت مش هتاخد سنة اعدادي. ملهاش لازمة اصلا سنة اعدادي لو انت عايز تخش يعني ايه مجال البرمجة والحاجات دي كلها. فمش لازم تخش قسم حاسبات في هندسة علشان بتدرس 5 سنين في الكلية ملهمش لازمة. انت كده كده هتدرس برضو في القسم بتاعك 4 سنين، وهتدرس سنة اعدادي بتدرس فيها مواد ثانوية عامة، فانت مش محتاج الحاجات دي. فلو انت عايز تدرس نفس الحاجة وبتفكر تخش هندسة، فاحسن لك تخش حاسبات ومعلومات، السنين بتاعتها اقل، وكمان عشان الجيش بعد كده برضو والحاجات دي كلها. فحاسبات ومعلومات مميزاتها احسن بكتير من هندسه قسم حاسبات. مشكله بقى حاسبات ومعلومات اول حاجه، ودي المهمه جدا عشان دي مشكله صحيه، لما انت هتقعد بقى على الكمبيوتر كتير ظهرك هيوجعك والله العظيم بجد يعني. فالشغلانه في الكليه دي بتوجع الظهر في الاخر. دي اول سبب ممكن اقوله لك في عيوب الكليه. تاني حاجه في عيوب الكليه دي هي ان ممكن الدراسه فيها تبقى صعبه شويه، بحيث انت بتدرس برمجه بقى وكودينج ومواد معقده كده، تحس اصلا ببص على الكود احس ان انا لا مش مجالي يا جماعه، خلاص بقى انا مش عايز ادرس. فممكن المجال يبقى صعب شويه. بس طبعا ده لو انت دخلت الكليه وحابب الموضوع، فالموضوع ده هيتحل مع الوقت ما تقلقش. غير كده بقى اعتمادك على الكليه بشكل كامل ده مش حاجه كويسه. لازم تطور من نفسك وتاخد كورسات وتتعلم تعلم ذاتي، عشان الكليه مش هتديك كل حاجه. غير كده بقى ان مجال البرمجه والحاجات بتاعه الكمبيوتر دي في تطور دائم، وكل شويه بتتطور والتطور سريع جدا. ولو ما بقتش مواكب للتطور ده فانت ممكن تخسر شغلك من الاخر يعني. التنسيق السنه اللي فاتت كان العلم رياضه اقل حاجه تقريبا كانت 326 درجه تقريبا، كانت حاسبات الاقصر او حاجه زي كده. والعلم علوم كان 356، كان حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح. فكل التنسيق هيطلع لك دلوقتي على الشاشه، شوفه وتعالى. وبس كده.
انا محمد عبده، وده كان فيديو ليه ما تدخلش كليه حاسبات ومعلومات، والسلسله كلها باسم ليه ما تدخلش اي كليه بقى. فلو احتجت اي حاجه من الكليات التانية اكتب بس في السيرش ليه ما تدخلش كليه، واي كليه انت عايزها هتلاقيني عاملها ان شاء الله يعني، او هتنزل حتى في الايام اللي جايه دي. فلو عايز اي كليه تانية او عايز اي حاجه تانية يعني عموما تسالني في اي حاجه، اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه توصل لك ان شاء الله يعني. وبس، سلسلة ليه ما تدخلش هتلاقيها موجود فيها كل الكليات. وأنا محمد عبده، وأنا كده خلصت دوري. سلام.